أهلا بيكم في تاني حلقة من سلسلة Your Guide to Package Design. حلقة النهاردة هتبقى عن الجولز والأهداف بتاعة الباكج ديزاين. أمير هوست عز حجاج، ويلا بينا. الهدف من أي باكج ديزاين هو حاجتين: واحد، إنك تكوميونيكيت وتتواصل مع المشتري. اتنين، إنك تكسب الاتنشن بتاع المشتري من وسط كل المنتجات التانية. هنبدأ الأول في حتة الكوميونيكيشن. يعني إيه تكوميونيكيت مع المشتري؟ الكوميونيكيشن أعتقد إن هي حاجة مش جديدة عليك خالص لو أنت اشتغلت قبل كده في واحد من أي مجالات الجرافيك ديزاين، لأنه وقتها هتبقى عارف إن واحد من أكبر أهداف التصميم، إذا ما كانش أكبر أهداف التصميم نفسه، هو الكوميونيكيشن. إنك تقدر من خلال تصميم توصل بعض الأفكار والمشاعر والمعتقدات، سواء بتاعتك أنت أو بتاعة الكلاينت بتاعك اللي طلب التصميم. لو فكرت فيها هتلاقي إن أي حاجة متصممة حواليك ليها فكرة وليها إحساس معين وهوية معينة عايزين يوصلوها من خلال المنتج ده. فموضوع الكوميونيكيشن هو حاجة ثابتة في كل أنواع التصميم. طيب إيه هو الكوميونيكيشن في الباكج ديزاين بشكل محدود؟ الكوميونيكيشن في الباكجينج إنك توصل شوية معلومات بسيطة، زي إيه هو المنتج ده، استخدمه في ايه، ولو حاجة ليها طعم او ريحة ايه هو الطعم او ريحة بتوعها دول. بس الفكرة مش في انك توصل المعلومة وخلاص، الفكرة كمان في انت احتاجت وقت قد ايه من المشتري او من الشخص اللي بيتفرج على المنتجات دي علشان يوصل له الرسالة بتاعتك او المحتوى بتاعك. انت معاك مجرد ثواني بسيطة معدودة للمشتري ان هو يقدر يعرف كل المعلومات اللي هو محتاجها عن المنتج بتاعك، والا مش هيقف اصلا يتفرج عليه. انت محتاج ان من اول نظرة المشتري يعرف ايه هو المنتج ده، وفي خلال تاني ثانية واقل من تاني ثانية كمان يبقى عارف معلومات زيادة عن المنتج ده اللي هو محتاج يعرفها. زي ما قلنا، لو منتج ليه ريحة يبقى عارف ان ده منتج كذا بريحة كذا. زي مثلا لما بتخش اي سوبر ماركت او هايبر ماركت، على طول انت مش محتاج تركز من غير اصلا ما تبص، محتاج بس تشوفه بطرف عينك وتلمحه بشكل سريع علشان تعرف ان ستاند شيبسي هو ستاند شيبسي. ولو ركزت معاه في اقل من ثانية فانت عرفت تحدد فين كل الفليفرز او الاطعمة، وده طعم كذا وده طعم كذا وده طعم كذا. الموضوع ما خدش منك اي وقت او اي حسابات ذهنية علشان توصل للمعلومة اللي انت محتاجها. وده هو هدفك الاساسي من الكوميونيكيشن، ان المعلومة توصل في اسرع وقت ممكن. وهنا هيبقى معاك قاعدة اسمها FMOT أو First Moment of Truth، ودي مقصود بيها أول 3 ل5 ثواني اللي المشتري الجديد بتقع عينه فيها لأول مرة على المنتج أو التصميم بتاعك. في خلال أول 3 ثواني دول بيكون المشتري حدد رأيه بنسبة 95% عن المنتج بتاعك، مش محتاج يجربه ولا يقرأ عنه ولا محتاج ان هو يمسكه ويكمل فرجة عليه حتى. فالموضوع صراع مع الوقت، انت معاك 3 ثواني عشان توصل كمية معلومات كبيرة. وهو ده الهدف الأولاني من الباكج ديزاين، communicate clearly. معاك 3 ثواني عشان تحكي لمشتري جديد عمره ما سمع عنك ولا المنتج بتاعك ولا على البراند بتاعك قصة كل حاجة هو محتاج يعرفها عن المنتج ده. طيب ايه بعض الادوات اللي المفروض تاخد بالك منها وتستغلها علشان تعدي ال3 ثواني دول على خير؟ اول حاجة البراند كونسيستنسي، وتراعي احتمالية اضافة منتجات جديدة بعدين، سواء اذا كان المنتج ده لنفس اللاين اب او لاين اب مختلف عن المنتج اللي انت عامله. طيب لو بعض الاشخاص مش عارفه يعني ايه براند كونسيستنسي كويس، خلينا نوضح الموضوع بشكل اسهل. فلنقل ان احنا هنعمل براند خياليه اسمها بلو بيميز التصميمات بتاعت المنتجات بتاعتهم كلها حاجتين: من الاسم بتاعها ان هو المنتجات كلها زرقاء، وتاني حاجة ان هما بيستخدموا فوتوغرافي على طول في المنتج بتاعهم، ما بيستخدموش فيكتورز، والفوتوغرافي دي بتبقى ابيض واسود بس، كمان بلاك اند وايت. يعني كل تصميمات براند بلو مشتركة في الحاجتين دول، اللون الازرق والفوتوغرافي البلاك اند وايت بتاعتهم. بس كده، هي دي الكونسيستنسي، ان المنتجات كلها مشتركة مع بعض في الصفتين دول. فبعد فترة في السوق الناس بدأت تربط الصفات ديت زي اللون الازرق والبلاك اند وايت فوتوغرافي ببراند بلو، ووقتها اي حد هيلمح بطرف عينه من غير ما يركز منتج بلون ازرق وفوتوغرافي ابيض واسود في السوق هيعرف على طول من غير ما يفكر ان ده براند بلو. من الاخر، المنتج او الشركة او البراند عموما طورت مع الوقت شخصية في دماغ المستهلكين، وربطت الشخصية دي ببعض العوامل البصرية في الهوية بتاعتهم. وانت كمصمم جديد جاي يشتغل لبراند بلو اللي اوريدي عندها براند ايدنتيتي، موجود عليك ومطلوب منك انك تشتغل بالبراند ايدنتيتي دي.
وإنك تراعيها وتمشي معاها. يعني بكل بساطة استخدم اللون الأزرق وبلاك اند وايت فوتوغرافي في التصميم بتاعك. وفي حالة ان انت المصمم اللي هيعمل البراند ايدنتيتي بقى، انت اللي هتحط نقطة البداية، فلازم تاخد بالك كويس جدا انك تعمل براند ايدنتيتي واضحة ويبقى فيها جايد واضح للمصممين اللي هيجوا بعدك ازاي يستخدموها، توفر لهم كل حاجة هيحتاجوا يستخدموها للبراند ديت، وانك تعمل حسابك وانت بتصممها ان ممكن يتعمل منها منتجات كتيرة جدا متنوعة ومختلفة، فتحرص انها تبقى تنفع لكل انواع المنتجات اللي ممكن نحتاج نعملها للشركة دي. تاني حاجة مهمة المفروض تاخد بالك منها بعد البراند كونسيستنسي بقى هو البراند بلوكينج. البراند بلوكينج هو لما كذا منتج لنفس الشركة، سواء المنتجات دي منتج واحد فقط، منتجات بأطعمة أو فليفرز مختلفة أو اديشنز مختلفة من لاين أب واحد أو كذا لاين أب من نفس الشركة، يتجمعوا مع بعض في السوبر أو الهايبر ماركت على شيلف واحد أو في ستاند واحد جنب بعض زي كده. هنا ده مثال على البراند بلوكينج. كل مثلا رف هنا زي ما انتم شايفين عبارة عن نوع واحد وباين ان هما كل رف بينتمي لبعضه. ففكرة البراند بلوكينج اللي انت محتاج تراعيها لان التصميم بتاعك بيتشاف كباترن، ما بيتشافش كمنتج لوحده، لا كلهم بيتشافوا محطوطين جنب بعض. ودي حاجة هتفرق جدا في المنظر او الشكل النهائي للمنتج بتاعك. حاجة كمان لازم تراعوها في البراند بلوكينج ان هو المنتجات لما بتتحط جنب بعض تبقى محطوطة جنب بعض بشكل اساسي بشكل افقي مش بشكل رأسي، يعني جنب بعض مش فوق بعض. طبعا بيبقى فيه ارفف فوق بعض، بس الاساس ان المنتج محطوط لازق جنب المنتج جنبه في العمود الافقي مش الرأسي. وليه السبب ده؟ بسبب العين البشرية. احنا عندنا عينين جايين في خط افقي مع بعض، فاحنا وسع النظر بتاعنا اكبر من اليمين للشمال عن من فوق لتحت. يعني انت مجال النظر بتاعك لو هيبقى شكل مستطيل زي كده، فهيبقى منطقي ان المنتجات بتاعتك متوزعة على عرض المستطيل عشان تقدر تشوف منها اكبر كمية تقدر، عن انها تبقى متوزعة لفوق، واللي هيحد بالنسبة للبصر بتاعك كمية المنتجات اللي انت شايفها. هنا برضو هنلاحظ في التصميم اللي معانا ده موضوع البراند بلوكينج قد ايه بيفرق. المصمم اللي هنا راعى وحط في دماغه وكان عارف ان المنتجات بتاعته هتتعرض جنب بعض، التصميم هيتعرض جنب بعض، فمع مراعاة الموضوع ده ادى الانتاج باكج زي ما انتم شايفين هنا كده. لما بيتحطوا جنب بعض الصورة او الرسمة المقطوعة في كل واحدة بتلاقي انها كملت في التصميم اللي جنبها. طيب دلوقتي بقى وصلنا لانك عرفت تعمل تصميم يوصل كل المعلومات اللي محتاج يوصلها في اول 3 ثواني والدنيا زي الفل. نرجع بقى نفتكر ان كان معانا هدف تاني محتاجين نتكلم عنه وهو الاتنشن. التصميم بتاعك ما بياخدش كده وما بيجيلوش تذكرة مجانية ان هو يطلع على المسرح ويتكلم عن نفسه في ال3 ثواني دول اساسا. يعني حتى ال3 ثواني دول ما هماش حق مكتسب، حتى دول انت محتاج تشتغل علشان تكسبهم. التصميم بتاعك محتاج يبقى attention grabbing، يبقى مختلف بشكل كافي ان هو يشد اهتمام المشتري بتاعك من كل المنتجات التانية اللي محطوطة حواليه وكل المنافسين بتوعه. يعني محتاجين التميز، بس في نفس الوقت للأسف لازم التصميم بتاعك ما يبقاش مختلف. عكس بقى النقطة البوينت نمبر 1 خالص، التصميم بتاعك لازم ما يبقاش مختلف قوي عن المنافسين علشان المشترين يقدروا يتعرفوا عليه من أول نظرة إن هو منتج كذا. في بعض العوامل اللي بتبقى مشتركة ما بين المنتجات عموما بغض النظر عن الشركة اللي مصنعينها، زي مثلا منتج الشيبسي أو منتج المشروبات الغازية أو هكذا. هتلاقي في بعض العناصر اللي مشتركة ما بين التصميمات بتاعتهم كلهم. العناصر دي لازم تحاول تحافظ عليها مع التنوع والتميز في العناصر المختلفة عشان التصميم بتاعك يحقق الهدفين. الهدف الأولاني إن هو يبقى مميز ويشد الانتباه، الهدف التاني إن هو أي حد يبص عليه يعرف إن ده تصميم أو ده منتج كذا. الاتنشن بقى هتشده ازاي او تشد الاهتمام ازاي؟ عن طريق شويه عناصر اللي هي الالوان والجرافيكس والستايلز والتيبوجرافي والسكيل اللي هو الحجم، وكل العناصر بتاعت التصميم بتاعتك دي هي اللي تستخدمها كأسلحة ليك عشان تشد الانتباه. معانا هنا شوية أمثلة نتفرج عليها. فمثلا لو هنتكلم عن الاتنشن بتاع الكالر، هتلاقي المنتجات اللي هنا دي ركزت جدا على الفاكتور ده، عامل اللون، واللون هي الحاجة الرئيسية اللي بتشدك للمنتج هنا. ولو جينا نتكلم عن الجرافيكس هنلاحظ ان ماونتن ديو في خلال السنين اللي فاتت كانت بتعمل تصميمات قوية جدا وجذابة ومميزة جدا
للأزايز بتاعتها. الباكجينج بتاع ماونتن ديو في الفترة دي كان قدرته على جذب الانتباه والاهتمام في الرفوف كان لا ينافس. طبعا ماونتن ديو كان عمل التصميمات دي علشان يحاول يجذب انتباه الأجيال الجديدة. لو جينا نتكلم كمان عن الفورمات أو الشيب، هنلاحظ الفرق الكبير اللي ظاهر في الفورمات والاستراكشر والشيب لكل براند عن براند تانية، زي في براندات المية اللي معانا هنا دي. فمثلا بعد تعودنا على كل الأزايز الجينيريك أو المعتادة في كل حتة حوالينا في مصر، لما نيجي نشوف في محل إزازة مية زي إزازة فاس كده مثلا هتشد انتباهنا. برضو نقدر نلاحظ هنا شكل إزازة بام عصير بوميجرينيد أو عصير رمان. شكل الإزازة بتاعها مميز جدا واتنشن جرافين جدا، ناس كتيرة هتعدي من جنبها وهتقف علشان تشوف إيه ده. طيب من ناحية السكيلينج كمان انت بتسأل الموضوع ده في أي عنصر من العناصر بتاعتك، سواء التايبوجرافي أو الفوتوغرافي أو فيكتورز أو أي حاجة، سواء السكيلينج من ناحية ان هو العنصر يبقى أصغر أو ان هو يبقى أكبر. لو جينا بصينا على المثال بتاعنا هتلاقي مكتوب باتومز اب، وفي فرق كبير جدا ما بين كلمة اب وكلمة باتوم من ناحية السكيل. طبعا الفكرة من التصميم انك لما تيجي تشرب من الازازة وتتعكس، كلمة باتوم هتبقى في الباتوم او اللي هو القاع، وكلمة اب هتبقى فوق وهتبقى بقت مظبوطة ومقروءة بشكل صحيح. طبعا الستايلز والبرسوناليتي برضو ليهم تأثير كبير جدا ما تقدرش تتخيله. فلو جينا بصينا مثلا هنا على البراندنج بتاع علبة الايس كريم ده هتلاحظوا انها مميزة جدا. طبعا ممكن بعض الاشخاص يبداوا يسالوني، طالما البراند ايدنتيتي والشخصيه بتاعتها والتميز حاجه كده مهمه للدرجات دي، يعني ليه مش كل الناس بتعمل كده؟ طبعا الاجابه على الموضوع ده بسيطه، ان هو نقطه البرسوناليتي المميزه والمختلفه هو هاي ريسك هاي ريورد. يعني لو نجحت هتتكافئ وهتاخد حقك من الشهره والمبيعات، بس لو فشلت فانت خسرت البيزنس بتاعك. بيبقى سهل كتير جدا على شركات تانية اللي حابة تاخدها من ناحية الأمان أو السيف سايد إنهم يعملوا حاجة متوسطة، حاجة شكلها كويس بس مش شادة الاهتمام قوي، ويبقوا مستقرين وليهم مساحة حتى لو بسيطة في السوق. يعني مين كان هيجي في دماغه مثلا إن تصميم علبة آيس كريم بالشكل ده كده هينجح؟ أنا كان ممكن أوريك التصميم ده وما يجيش في دماغك حتى إن ده تصميم علبة آيس كريم. حابب أعرفكم برضو إن المشتري بيبقى حدد إذا كان هيشتري المنتج بتاعك ولا لأ خلاص في خلال 7 ثواني بس. طبعا برضو عايزك تهتم ببعض العناصر كده اللي الناس بتبص عليها وبتهتم بيها أكتر حاجة، وهي ديت الحاجات اللي بتأثر عليهم بشكل أكبر. حاول تديلهم اهتمام زيادة علشان تحسن فرص المنتج بتاعك في النجاح. طبعا انت كده لازم تهتم بكل عناصر التصميم بتاعك، بس شوية العناصر دولت مهمين جدا 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 لازم تركز معاهم. أول حاجة معانا لازم تركز عليها هي اللون. تاني حاجة بيركزوا معاها هو الشيب، يعني الشيب اللي هو الفورم. تمام، يعني المنتج بتاعك في كيس، في علبة، في إزازة، ايا يكن الفورم بتاعته عامله ازاي. وتالت حاجه بيركزوا معاها هي البراند واللوجو. من الحاجات الكويسه جدا اللي ممكن تعملها في شغلك في الباكج ديزاين ان انت لما يجيلك شغلانه مثلا تعمل منتج معين، انك تنزل سوبر ماركت او مكان عموما سوق فيه منتجات كتير اللي انت محتاج تبص عليها، وتروح تشوف المنتجات المنافسه للمنتج اللي انت محتاج تصممه. يعني لو هتصمم علبه لبن تروح تشوف كل علب اللبن اللي موجوده المنافسه ليك وتاخدهم كريفرنس، تعرف ايه المميز فيهم، ايه المتشارك ما بينهم، وتدرسهم بشكل كويس جدا، وتبقى مركز في المنتج بتاعك هيتحط فين وهيتعرض جنب ايه. تبقى طبعا حاطط في دماغك المبدئين اللي احنا محتاجينهم، اللي هو الكوميونيكيشن، انك توصل ايه هو المنتج ده وكل التفاصيل اللي محتاج توصلها عنه، وانك تشد الانتباه ما بين كل الحاجات اللي على الرف اللي جنبه. زي ما قلنا، لانك تحاول ان المنتج بتاعك يبقى شبه المنتجات التانية بشكل كافي ان يتم التعرف عليه ان هو واحد من المنتجات دي، يبقى مختلف عنهم برضو بشكل كافي ان هو يشد الانتباه عن بقية المنتجات دي. ودي كده كانت الحلقة التانية من سلسلة Your Guide to Package Design. لو استفدتوا من الفيديو حابين تدعموني، متنسوش تعملوا لايك اند سبسكرايب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس كده.